السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل بلح الشام. احفظ المقادير دي كويس مظبوطة. معايا كوبايتين ونص مية عليهم ذرة ملح، معلقة سكر صغيرة، كوبايتين ونص دقيق، 2 معلقة نشا كبار، 2 معلقة دقيق البسبوسة اللي هو دقيق السميد، معلقتين كبار. معايا 5 بيضات لو هما بلدي، لكن لو احمر حطي 4. كيسين فانيليا، معلقة سمنة أو معلقة زبدة كبيرة، ومعايا ربع كوباية زيت. كل المكونات دي بحطها بكوباية واحدة بس اللي بعاير بيها كل المقادير. دلوقتي هنعمل العسل. معايا 3 كوبايات سكر على كوباية ونص مية، ومعلقة عسل كلجوز كبيرة، وعصير ليمونة، وكيسين فانيليا. لما يبتدي يغلي ببتدي أعد على إيدي 5 دقايق 6 دقايق بالظبط بعد الغليان، وبعد كده بطفي عليه وبحط الفانيليا. هنبتدي نعمل المقادير. بحط هنا كوبايتين ونص ميه على ذرة الملح، ومعلقة السكر الصغيرة، ومعلقة السمن أو الزبدة، وربع كوباية الزيت، وبقلبهم كويس وبحطهم على النار. لما يغلي ببتدي أنزل بالدقيق. دلوقتي الدقيق حطيت عليه اللي هي معلقتين السميد الكبار ومعلقتين النشا، ورجعت للمية تاني. لما بتغلي بنزل بالمكونات دي وبقلبها كويس، وطول ما انا بنزل بيهم بقلب كويس جدا علشان يمتزجوا مع بعض، ويبتدي الدقيق والسميد يختفي معايا تماما من الحلة، يعني يمتزجوا مع بعض. وموطية خلاص النار ومهدية عليها علشان يبتدي الدقيق يختفي معايا خالص. وبقلب على طول، ما بسيبش ايدي من الحلة. ولما الاقي فيه يعني لزق تحت في الحلة من تحت شوية، يبقى خلاص كده استوى معايا الدقيق شوية، وهسيبه يبرد تماما. خلاص فضيته من الحلة واوزعه كده في الطبق علشان يبرد معايا بسرعه. اوعي تحطي البيض، عشان لو حطيت البيض وهو سخن بينزل يستوي معاكي. دلوقتي برد معايا وبنزل ببيضه بيضه وبقلبه كويس جدا لغايه لما البيضه تختفي معايا تماما تماما تماما. ببتدي انزل ببيضه بيضه لغايه لما يخلص معايا كله. طبعا البيض حط عليه الفانيليا، حطي عليه كيسين او 3، لان كيس الفانيليا تقريبا بيبقى قليل شويه. لكن لو فانيليا سايبه زي اللي انا بجيبها بتبقى مركزه وبتبقى حلوه. فانا عارفه مقدار انا بحط قد ايه، وما كتريش في الفانيليا علشان ما يمررش منك. دلوقتي خلاص كل البيض امتزج معاه، وجبت اللي هو القمع الواسع شويه اللي هو بتاع بلح الشام، هاتيه من اي محل مستلزمات الحلويات. دلوقتي سبتها هديت شويه، وابتديت احطها في الكيس اللي انا هبتدي انزل بيه في زيت بارد. هنزل بالعجينه في زيت بارد بقى كمان. اوعي تحطي على النار خالص. شكلي العجينه، بصوا بتنزل بسهوله معايا ازاي. المقدار ده مظبوط جدا وبتطلع معايا مظبوطه وبتنفش. جربي الطريقه دي وهتعجبك قوي. انا كده بعمل الطول اللي انا عايزاه. عايزه تطولي اكتر من كده براحتك، انا الطول ده بالنسبه لي كويس. ممكن تحشيه، ممكن تخليه ساده، براحتك خالص. زي ما انتوا شايفين الزيت انا لسه محطتوش على النار خالص. نزله من القمع وبقص الطول اللي انا عايزاه. ممكن كمان تعملي على ايدك زي ما هوريكي كده، مش لازم مقص. كده ماشي وكده ماشي. طالما العجينه حلوه معايا ولينه، اعملي اللي انت عايزاه بايدك بالمقص، هتنزل معاكي بسرعه وسهوله خالص. دلوقتي بوريك المراحل بتاعتها. خلاص حطيتها على النار، وهتبتدي كل ما داخله في السوا هتبتدي تنفش وتطلع معاكي على فوق. هي الاول طبعا كانت محطوطه في الطاسه من تحت، وزي ما قلت لك كل ما الزيت يسخن وتبتدي تستوي تبتدي تطلع لفوق وتنفش معاكي زي ما انتوا شايفين بتنفش معايا. طبعا العسل كان خلص معايا وشلته على جنب لغايه لما برد، وابتديت خلاص هبتدي احط فيه بلح الشام. عايزه اقولك ان هو بيقرمش، والله بيقرمش، بس طبعا الصوت ما طلعش كده تحفه. ومش عايزه احمره قوي او ادخله في السوا ويبقى غامق، لان بيبقى طعمه عامل زي المحروق ما بيبقاش حلو. بطلعه لونه الذهبي كده بين البنين، لا غامق قوي ولا فاتح قوي، الوسط حلو يا جماعه. بوريكي ان هو مقرمش. دي السميد بيديله قرمشه مع النشا، بيخليه مظبوط تمام، والمقادير دي مظبوطه تمام. لو بيض احمر 4 بيضات، لو بيض بلدي 5 بيضات. جربي الطريقة دي والله ما هتندمي. مظبوطة مظبوطة تمام، وحلوة وطعمها حلو ومستوية كويس. طبعا لما بتيجي تعملي الجزء التاني طبعا بتخلي الزيت يبرد تماما، وترجعي تاني تشكلي زي ما انت عايزة. انا دلوقتي هحشيه كريم شانتيه. كنت عاملة كريم شانتيه، حطي عليه مكسرات، حطي عليه جوز هند، زي ما انت عايزه. اهم حاجه العسل معايا تقيل بيكون بارد.
البلح الشام بيطلع من الزيت بتنزليه على طول في العسل. جربي الطريقة دي، بوريكي اللي هو ناشف، جربيها مش هتندمي. ويا ريت اللي اول مره يشوف القناه يدوس لايك وسبسكرايب. استنوني في فيديوهات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.